تحية لكم على الاستضافة مشكورين، وتحية لقوات الشعب المسلحة وهي ترابط الصغور تحمي الوطن، والتحية للمجاهدين وهم بيحملوا أرواحهم يحمي السودان. تحية لك مكاوي، ودعنا نقف عند العنوان العميق لهذا الكتاب، حكاية القوات الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة القوات الخاصة هي يعني لها تاريخ، لها جهد كبير الحمد لله في حماية السودان، وتقريبا الجهد ده أنا أقول كان مهمل بعض الشيء. فالفكرة جات إنه ليه الناس ما تطلع هذا التاريخ وهذا الجهد الكبير، تملك الناس المعلومات والبطولات اللي قاموا بها الشباب ديل والتضحيات اللي جسام، يعني إنهم الحمد لله في فترة من الفترات قدروا يعني ثبتوا الغزو على السودان وحمروا السودان من الغزاة. هذا تاريخ، فكانوا الفكرة إنه نقوم نطلع تاريخنا ونملك كل الناس المعلومات. نعم. فدي الفكرة عنها. نعم. طيب الكتاب هو عبارة عن توثيق لأحداث ولمعارك خاضتها القوات الخاصة جنبا إلى جنب بجانب قوات الشعب المسلحة. نعم. نقف عند هذه المعارك. نعم. فنحن نقول الدفاع الشعبي هو الابن الشرعي للقوات المسلحة. فنحن أنا بحيي في الحتة دي قوات الشعب المسلحة لأنها احتضنت المجاهدين وقامت بتدريبهم. وفي بعض الناس بيروا إن الدفاع الشعبي يعني هي صنف، لكن نحن الحمد لله يعني تلقينا التدريبات وأشرفوا علينا يعني أبطال القوات المسلحة، وهم كانوا قدامنا في المعارك، خاضونا الحمد لله، يعني خاضوا معانا المعارك دي، ونحن استفدنا منهم في كل المجالات، في التدريب، في التوجيه، في كده. فنحن في السنة حديث نشكرهم جزيل الشكر إنهم يعني احتضنونا ويعني دفعوا بينا وقدمونا للعمليات. نعم. طيب أستاذ مكاوي، من أين نبعت فكرة القوات الخاصة؟ يمكن قبل ذلك كان هنالك تدريب عادي. نتحدث عن فكرة القوات الخاصة. نعم، هي في البداية صح المجاهدين كان يعني بيمشوا ما يسمى بالاستنفار العام، فالناس كان يعني من بيوتها وبعض المعسكرات بيمشوا العمليات، لكن ده ما كان بيلبي الأشواق. يعني في بعض الناس كان بيروا إنه يعني المفروض دورهم ما يقتصر على كده، إنهم يمشوا يشاركوا في نفرات عامة. فجات الفكرة إن الناس المفروض يتلقوا تدريب متقدم ويكون عندهم شغل كبير في عمق العدو، فدي كانت الفكرة. فأنا في الثانية حدي بشكر يعني أمير القوة، فنحن حاليا بنتكلم عن قوة اسمها عرين الأسود أو كتيبة عرين الأسود. بحيي الأمير أبو بكر عبد الله، هو صاحب الفكرة صراحة. يعني كان بيرى إنه التدريب الموجود ما بيشي بالأرض، وعشان كده رأوا إنه المفروض يخش معسكرات متقدمة ويتلقوا تدريب خاص. فكانوا هم أصلا بدوا كمجموعة 17 شاب هم اللي بدوا الفكرة دي، وبعد ذاك خشوا معسكر القوات الخاصة في كرري قوات الجيش وتلقوا تدريب متقدم جدا، والحمد لله بعد ذاك يعني خاضوا عمليات كبيرة. ده معسكر كرري سبقوا معسكر المرخية. كانوا أصلا في المرخية صح. نعم. وبعد ذلك انتقلوا إلى كرري 1993. نحن حنضيف وقفة على هذا المعسكر وعلى عرين الأسود ونتحدث حولها، لكن الآن أنا وأنت كل المشاهدين ننتقل إلى مدينة بورسودان من خلال تقنية المينوس مع مراسلنا محمد عبد الرحمن. مرحب بك وصباح الخير عليك.